الله يا ماما، هتعملي لنا ايه بطبق التين ده؟ تعالى اقول لك هنعمل ايه يا لولو بطبق التين ده، وهيطلع في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه للولو بطبق التين الحلو ده، وهيطلع كده في منتهى الجمال. هنعمل منه احلى عصير، وهنعمل منه كمان احلى ايس كريم. هنجيب بس الاول كده التين بتاعنا، وهنشطفه تحت المية شطفة حلوة، عشان لو في تراب او اي حاجة تنزل كده في المية. لا هنحطه بقى في مية بتلج ولا مية بملح ولا اي حاجة خالص. هنلبس بس الاول كده الجلافزات بتاعتنا علشان الشوك ما يوصلش لايدينا ويعذبنا كده ويملى ايدينا شوك. هنلبس كده 2 جلافز كده فوق بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هنا لابسه 2 جلافز فوق بعض علشان الشوك ما يوصلش لايدي. ده طبق التين بتاعنا. طبعا احنا شاريين التين حجمه حلو جدا بالشكل ده، والتين زي ما كلنا عارفين مالي السوق. هاتوه بقى اعملوا منه احلى ايس كريم واحلى عصير. شايفين هيطلع معاكم عصير ساقع ومنعش، وطعمه بقى مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. بجد يا جماعه خطير. هنقشر التين بطريقتين. دي الطريقة الأولى، هجيب كده التينة واحطها في الطبق واثبت فيها الشوكة، واقطع كده الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت وكمان جزء كده من النص، وهبدأ بقى ألف كده التينة مع السكينة بالشكل ده. وطبعا أنا حاطة كده الشوكة فوق مثبتة كده التينة بالشوكة بالشكل ده. هفضل ألفها لحد ما تطلع من القشرة وتطلع معايا كده زي ما احنا شايفينها في إيدي. تعالوا بقى نعمل الطريقة التانية، ودي الطريقة العادية وسهلة جدا وكمان وسريعة، يعني أنا بفضلها عن الطريقة الأولى. برضه هجيب التينة بتاعتي وامسكها كده بإيدي، وهبدأ أقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وأقطع برضه كده جزء من النص والفها كويس جدا، وهتتلف معايا وتطلع كده في منتهى السهولة. شايفين؟ سهله وبسيطه وبتتقشر معانا على طول. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان انتوا تلبسوا الجلافز علشان يحمي ايديكم من اي شوك. قشرنا التين بتاعنا كله وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شايفين؟ حلو جدا. عايزه اقول لكم التين مسكر وطعمه في منتهى الجمال. جبت بقى شفشق الخلاط بتاعي وحطيت فيه كده حوالي 7 أو 8 وحدات من التين. التين عندي حجمه كبير، فهحط كده تقريبا 7 أو 8، وهنزل عليهم بكوبايتين من اللبن الساقع. هضيف 3 معالق كبار مليانين من السكر، ممكن تستبدلوها بالعسل، وممكن كمان تزودوا السكر عن كده. نزلت كمان بكوبايه من التلج، وهبدا كده اضرب المكونات كلها مع بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه. رجعت زودت هنا حبتين من التين عشان حسيت ان هو خفيف. رجعت ضربتهم تاني بالشكل ده. صفيت بقى التين بتاعي بالمصفى كده زي ما احنا شايفين، وجبت الكاسات او بقى الكوبايات حسب ما انتوا عايزين تفضوا التين او عصير التين بتاعكم. حطيت كده قطع من التلج في الكاسات، ونزلت كده بأحلى وألذ عصير ممكن تجربوه. بجد يا جماعة خطير. عمركم ما هتشربوا عصير في حلاوة عصير التين بالشكل ده. ساقع ومنعش ولذيذ، وبجد بقى مش قادرة أقول لكم حلو قد إيه. حلو يا لولي. اه، حلوة قوي. خلاص كده عملنا العصير وخلاص. كملنا الطريقة كده بالشكل ده، وطريقة سهلة وبسيطة، وطلع معانا أحلى وألذ عصير. بقيت التين الباقي عندي هشيله بقى في كيس في الفريزر علشان نعمل مع بعض احلى والذ كمان ايس كريم تين. استنوني بقى مع ايس كريم التين الشوكي.